نستكمل معا في هذا الدرس شرح باقي الأوامر المندرجة أسفل الأمر Automate. الأمر التالي بالقائمة هو الأمر Picture Package، ويستخدم هذا الأمر لتكرار نفس الصورة أكثر من مرة بشكل محدد في ملف جديد. ولتوضيح ذلك نذهب إلى القائمة File ثم Automate ثم نختار الأمر Picture Package، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة ونجد بالسورس ايمج هذه الليست، والتي يوجد بها عدة اختيارات. أولها Front Most Document، ويستخدم هذا الاختيار عند استخدام الصورة المفتوحة أمامنا. الاختيار الآخر وهو File، ويستخدم لاستخدام صورة خارجية، وعند الضغط عليه يتم تنشيط الزر Browse، وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة تسمى Select an Image. نحدد الصورة التي نريدها ثم نضغط Open، فتظهر لنا الصورة بهذا الشكل. الاختيار الأخير وهو Folder، ويستخدم لتطبيق هذه الباكج على كل الصور الموجودة بالفولدر. ومن Document نجد الاختيار Page Size، ويستخدم لتحديد حجم الملف الجديد. ومن Layout نحدد عدد تكرار الصورة، إما 2 5 في 7 أي صورتين، كل صورة 5 في 7. وبالضغط على هذا السهم نجد العديد من الاختيارات، أولها 4 صور أو 8 صور أو 9 صور. وبالضغط على أي من هذه الاختيارات يظهر لنا Layout كما نرى. وأيضا هناك الاختيار Resolution، ويمكننا من خلال هذا الاختيار تحديد درجة الوضوح كما تعلمنا سابقا. ومن مود نحدد نظام الألوان الذي سوف نتعامل معه. أما Label فهي تمكننا من إضافة اسم لهذه Layout، فمن Content نختار إما Custom Text، ونقوم بكتابة التكست الذي نريده، أو من File Name لظهور اسم الملف بجوار الصورة. وهنا نختار Custom Text، فتظهر لنا خانة نكتب بها الليبل الذي نريده، ثم نحدد نوع الخط من فونت، وحجم الخط من فونت سايز، وأيضا يمكننا تغيير اللون وذلك من Color. ثم نحدد درجة الشفافية من Opacity، ثم مكان الليبل وذلك من Position. وأخيرا من Rotate يمكننا عمل دوران لهذا الليبل إذا أردنا ذلك. ويجب أن نعلم هنا أنه لن يظهر إلا عند الضغط على الزر OK. والآن يتبقى لنا أن نعلم أننا نستطيع تغيير أي من هذه الصور المتكررة، وذلك بالضغط على أي صورة، ثم نختار الصورة الجديدة، ثم نضغط Open، فتظهر لنا الصورة الجديدة بهذا الشكل. وبذلك يمكننا إضافة أكثر من صورة بهذا الباكج. وإذا أردنا ضبط هذا Layout حيث يظهر لنا بشكل جديد، نقوم بالضغط على Edit Layout، فتظهر لنا نافذة Edit، وبالضغط على أي من هذه الصور تظهر لنا هذه المقابض حول الصورة، وذلك لضبط الحجم بالشكل الذي نريده. فيظهر لنا التعديل بهذا الشكل. ولإزالة أي من هذه الصور نقوم بالضغط عليها بواسطة الزر الأيمن للماوس، فتظهر لنا قائمة نختار منها الأمر Delete. وبعد الانتهاء من ضبط Layout نغير اسم Layout وذلك من Name، ثم نضغط Save، فتظهر لنا نافذة نحدد منها اسما لهذا Layout، ثم نضغط Save مرة أخرى، فنعود مرة ثانية لشاشة Picture Package،
وبالضغط على أوكي يقوم البرنامج بتجهيز الصور حتى يظهر لنا الملف الجديد. ويجب أن نعلم هنا أن هذه العملية تستغرق بعض الوقت. وبعد الانتهاء يظهر لنا الملف الجديد بهذا الشكل. وننتقل سويا إلى الأمر التالي بالقائمة، وهو الأمر ويب فوتو جاليري. ويستخدم هذا الأمر في إنشاء موقع أو سايت خاص بالإنترنت يحتوي على جاليري كامل من الصور. وسوف نتعرف سويا على كيفية عمل هذا الأمر من خلال المثال التالي. نقوم أولا بالضغط عليه فتظهر لنا النافذة الخاصة به، ونجد بالجزء الخاص بالستايلز مجموعة من الأشكال الجاهزة التي يمكن أن يظهر بها السايت. ونلاحظ هنا أن كل شكل من هذه الأشكال يظهر لنا في الجزء الخاص بالبريفيو عند الضغط عليه. ومن Source Image يمكننا تحديد مكان الفولدر أو المجلد الذي يحتوي على الصور التي نريد عرضها. نقوم بالضغط على الزر براوز، ثم نحدد مكان الفولدر، ثم نضغط أوكي. ويجب علينا أولا تحديد الاختيار Include All Subfolders كي يتم التعامل مع كل السب فولدرز الموجودة بداخل الفولدر الرئيسي. ومن Destination يمكننا تحديد المكان الذي سوف يتم وضع السايت به، وذلك بما يحتوي من HTML files وكذلك الصور الخاصة بهذا الجاليري. نضغط Destination ثم نحدد الدرايف، ثم نقوم بالضغط على Make New Folder لإنشاء مجلد جديد يتم حفظ السايت به، ثم نضغط أوكي، ثم أوكي مرة أخرى، فيبدأ البرنامج في فتح كل الصور وتجهيز ال HTML files وكذلك الثامبنيلز الخاصة بهذه الصور. ونلاحظ هنا أن هذا الأمر يستغرق بعض الوقت. وبعد الانتهاء يقوم البرنامج بفتح الإنترنت إكسبلورر ويقوم بعرض الموقع الذي قمنا بإنشائه كما نرى. ونجد بالجزء الأسفل من هذه النافذة كل الصور، وعند الضغط على أي منهم تظهر لنا الصورة بهذا الشكل. وننتقل سويا إلى الأمر الأخير بالقائمة أوتوميت، وهو الأمر فوتو ميرج. ويستخدم هذا الأمر لفتح أكثر من صورة معا ثم عمل ميرج لهم تلقائيا. وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة، فمن Source Files نختار الاختيار Files لفتح صور جديدة أو فولدر لاستخدام فولدر كامل، أو نختار Open Files لاستخدام الصور المفتوحة. نختار Files ثم نضغط Browse لاختيار الصور التي نريد عرضها، ثم نضغط Open فتظهر لنا أسماء هذه الملفات كما نرى. وبالضغط على زر أوكي يقوم البرنامج بفتح هذه الصور وتظهر لنا نافذة بانوراما إذا لم يتمكن البرنامج من ضبط الصور تلقائيا. نبدأ في ضبط الصور كما نريد، وذلك بالضغط على أي من هذه الصور ثم نقوم بسحبها في المكان الذي نريده. كما يمكننا أيضا عمل دوران لأي من هذه الصور باستخدام الأداة روتيت. وأيضا نستطيع تحديد إما دمج كل الصور في لاير واحدة أو ترك كل صورة في لاير منفصلة، وذلك من الاختيار Keep as Layers.
وبالضغط على الزر أوكي يقوم البرنامج بتجميع الصور بالكامل في ملف واحد بهذا الشكل. وتستغرق هذه العملية بعض الوقت، وبعد الانتهاء تظهر لنا الصورة الجديدة بهذا الشكل. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.